4, 3, 2, 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أصدقائي وصديقاتي المحترمين في المصطبة حكايات عود على بدء. حلقتنا النهاردة مميزة جدا، بس يا جماعة قبل ما أبدأ الحلقة بحب أقول إلى كل تجار المخدرات في مصر أنا مكشوف لكم سلف. ليه بقى؟ ليه؟ عشان الأسبوع ده يا جماعة مصر كلها تقريبا ما وراش إلا الكلام عن القبض على حتة بنت صغنونة مفعوصة يا دوبك 23 سنة، بلوجر على اليوتيوب اسمها آية إيهاب. دي لها محتوى خاص في الأزياء والموضة ولها حساب على التيك توك. يا عيلة واطية، يا عيلة بيئة، أنا مش عارفة إزاي عايشة في وسطيكوا. اختفخ كده الواد حنكش معامل المعبود. انا حبيبتك يا بنت ولا اعرفك يا حبيبتي، هبيعك بالرخيص. اوعي امشي قدامي. واتشا تربيك. المهم عملت ايه البنت المفعوصه الصغننه دي عملت اللي ما قدرش يعمله كبار تجار المخدرات في مصر من اول ما اخترعوا المخدرات، وخصوصا مخدر الحشيش. ايه الجرأة دي؟ ايه الفجر ده اللي مستخبي ورا الجمال ده؟ بس الاول لو عجبتكم الحلقه ديت ارجو انكم تعملوا لايك. آية إيهاب، آية إيهاب ما حدش كان يتصور أو يتخيل إن البنت الجميلة الهادية دي الكيوت ديت واللي عندها 23 سنة، يعني مواليد سنة 2000، إنها تدخل التاريخ، تاريخ المخدرات من أوسع أبوابه. البنت دي يا جماعة اتمسكت ومعاها 860 تربة حشيش، يعني حوالي 86 كيلو حشيش، ما يساوي أو ما يعادل 9 مليون جنيه. يعني انتوا مش متخيلين الرقم ده او الكميه دي. ده الواحد لو شايل معاه تربه حشيش او تربتين، تربه او تربتين ايه ده، لو شايل حته حشيش ب50 جنيه بيبقى ماشي جنب الحيط وخايف، ولو طال ان هو يدخل جوه الحيط هيدخل. بس قبل ما اقول لكم طبعا هي اتمسكت ازاي واقول الحكايه والقصه كلها على السريع، انا بقول ان احنا كلنا عارفين ان تجار المخدرات اسمائهم واشكالهم بتبقى ايه، زي ما بنسمع مرعبه عن كده. ايه تلاقي مثلا المعلم زرزور، المعلم فسواني، ابو دقشومه، الدفاس، والمعلم طلبه، تطلع في الاخر حته بنت مفعوصه زي دي تطلع كل تجار المخدرات توطي راسهم وتقعدوا في بيوتهم زي الحريم مكسوفين من اللي عملته، وتطلع في الاخر هي المعلمه الكبيره وتطلع هي الراس الكبيره. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم عليكم يا كل تجار المخدرات في مصر. ده اكبر تاجر مخدرات عندنا في البطنيه مثلا، واللي هي عاصمه المخدرات، واللي كان قايم بدوره الممثل فريد شوقي في فيلم البطنيه، ما كانش معاه الكميه دي. ولا المعلم فسواني فيلم العار ما وصلش للرقم ده. المهم خلاص الموضوع، تعالوا بقى نخش على القصه ازاي اتقبض على آية إيهاب اصغر تاجرة مخدرات في مصر. الحكايه بدات لما سكان احد العمارات في منطقه حدائق الاهرام قدموا شكوى للشرطه في المنطقه عندهم ان في شقه في العماره عامله ازعاج لهم ومش عارفين يناموا، مش زيطه وزنبليطه في الشقه دي، واصوات عاليه ورقص واغاني وهات يا طبل وزمر طول الليل، وشباب داخل وشباب طالع. بسبب ورق الحب اتسلب معدوم كله عشان القرش. الشكوى دي كان فيها شبهه دعاره والشرطه جايه على هذا الاساس. المهم اول ما الشرطه خبطت على الباب اللي فتحت لهم مين؟ كانت البنت آية إيهاب، وكان معاها في الشقه صديقها اسمه رامي احمد. واول ما فتحت قالوا لها انت مين ومين ده؟ قالت لهم انا اسمي آية إيهاب وده جوزي رامي احمد. قالوا لها طب فين قسيمه الجواز؟ قالت لهم لا ده احنا متجوزين عرفي عشان اهلي مش موافقين. حلو، طب فين ورقه الجواز العرفي؟ قالت لا ده انا شايلها في بيت العيله عندنا، يعني عند اهلها. المهم الضابط قاعد بيتكلم معاهم، كان عساكر بقى بيفتشوا في الشقه، هو يمكن يلاقوا اي حاجه او اي حد مستخبي هنا ولا هنا او اي دليل يثبت ادانتهم. وطبعا اول ما العساكر بتدور فين؟ تحت السرير. ده عادي جدا تحت السرير، لكن اللي مش عادي جدا كانت المفاجاه، صدمه.
لو ايه تحت السرير؟ لقوا 860 تربة حشيش مرصوصة جنب بعض زي القتلة. وبعد ما كانت بتقول ده جوزي وهو بيقول ده مراتي، قعد بقى يرموا التهم على بعض. تقول الحشيش ده بتاع رامي وهو يقول الحشيش ده بتاع آية. المهم الشرطة اخدتهم هما الاثنين وجرى البحث عن شريك ثالث اسمه احمد. الاهم من كده بقى ايه؟ الاهم ان الشرطة كمان لقت مبلغ 600,000 جنيه في دولاب آية في الشقة، ومعاها 4 مفاتيح ل4 عربيات جديدة، وكل ده طبعا من الحشيش. عربية BMW بتعدي 6-7 مليون جنيه، عربية همر 20 مليون جنيه، عربية تويوتا كورولا بتعدي ال 20 مليون، وعربية ميتسوبيشي بتعدي 700-800 ألف جنيه. كل ده من الحشيش. ده معناه ان هي شغالة من زمان يا جماعة في تجارة الحشيش. ايه ده كله؟ ايه ده؟ امال رصيدها في البنك كام؟ وهي معاها سيوله كام؟ وعندها 23 سنه بس. امال لو بقى عندها 35 ولا 45 سنه وهي على الوضع ده كانت هتعمل ايه؟ كانت هتمتلك بقى شبه الجزيره العربيه. لا كمان ممسوكه مع شيئها، يعني شيء دعاره كمان، حشيش ودعاره. يعني من الاخر يا جماعه البنت دي تقريبا هتقضي بقيه عمرها كله في السجن. فلو طلعت من قضيه الدعاره مش هتطلع من قضيه الحشيش، ولو طلعت من قضيه الحشيش مش هتطلع من قضيه الدعاره، ولو جمعنا الحكمين مع بعض هتاخد حكم الاعدام مرتين. الله يكون في عونها بقى. خلاص خلصنا. المهم اصدقائي وصديقاتي الاعزاء، الحلقه دي لو عجبتكم رجاء لا تنسوا عمل لايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل ما هو جديد وغريب وعجيب. تحياتي لكم، اخوكم عبد الرازق محمد.